انت مين بالظبط؟ عبد الله يا ابني، عبد الله. اسمك عبد الله؟ كلنا عبيد لله. تقصد ايه؟ يا ناس، يا اهل الجزيره، يا اهل الجزيره، يا اهل الجزيره، يا اهل الجزيره، تعال احضروني. الراجل المبروك اهو، اطلبوا منه من سمك مطردها. اياكم حد يطلب الدعوه دي. الميه اغلى من الذهب. الميه اغلى من الدهب؟ هو ده معقول؟ الدعوه الدعوه يا مبروك الدعوة، الدعوة يا مبروك الدعوة. بس انا شايف ان جزيرتكم مليانه بالخير. وبالدهب بيزيد الخير. اتكلموا، قولوا له. ايوه يا مبروك. بس انا سمعت صوت يا ابني بيقول ان الميه اغلى من الذهب. عيل تافه ما يعرفش اي حاجه. العاقل يا ابني، العاقل هو اللي قال كده. ادعي لنا السمك مطر دهب بقى يا سيدنا. ما اغربك ايها الانسان. الدعوه يا مبروك الدعوة، يا مبروك الدعوة. اتغيرت كل حاجه يا صابر. ايوه يا عم ابوي. الشجر بقى واقف زي العبوس، هد العطش شيء محزن. فين بقى قيمه الدهب؟ كفايه تعاتب نفسك يا عم ابوي. المرض بان عليك، انت ما بقتش حمل كده. اديك شايف اللي احنا وصلنا له يا ابني. مساء الخير على حضراتكم. وسعيد جدا بأداء زملائي الممثلين اللي موجودين في هذه المسرحية. أنا عاوز أقول لكم إنه شبابنا وإخواتنا الصغيرين النهارده بيشتغلوا بالتبرع بأقل الإمكانيات وبأقل يعني تجهيزات، ورغم كده أنا شايف إن كل واحد فيهم يقدر يشيل عمل لوحده. أنا فخور بيهم وكلنا فخورين بيكم. والحقيقة هذه الخشبة خشبة مسرح خالد ملككم وملك المخرج العظيم اللي أنا شخصيا بتفرج على مسرحياته من 20 سنة، والله من 20 سنة. محمد نوير الناصري العظيم. رموز الثقافة في الجيزة بقيادة الدكتورة نهى. كل التحية. أنا عاوز أقول لكم إنه شبابنا وإخواتنا الصغيرين النهارده بيشتغلوا بالتبرع بأقل الإمكانيات وبأقل يعني تجهيزات، ورغم كده أنا شايف إن كل واحد فيهم يقدر يشيل عمل لوحده. أنا فخور بيهم وكلنا فخورين بيكم. والحقيقة هذه الخشبة خشبة مسرح خالد ملككم وملك المخرج العظيم اللي أنا شخصيا بتفرج على مسرحياته من 20 سنة، والله من 20 سنة. محمد نوير الناصري العظيم. رموز الثقافة في الجيزة بقيادة الدكتورة نهى. كل التحية. الحاج احمد حواس، الحاج صلاح حواس، دكتور محمد عصام. في حاجة عاوز اقولها استنوا. الحاج احمد حواس هو اللي بنى هذا المسرح على حسابه الشخصي. الله أكبر. يا لهوي.